مبروك يا رجاله، الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف مش شعار. ده حقيقي، وده اللي النهارده اللي بان قدام بيراميدز، مش عشان كسبته كده، عشان بيراميدز ده كله فلوسه دي كلها وفرقته دي كلها ومدربه ده والدنيا دي كلها نازل خايف منك. هي دي الحقيقه. وهو ده اللي خلاه ما يعرفش يهاجم عليك النهارده، انه خايف منك، نازل متحفظ. ولما فكر يهاجم رحت انت لطشه. بيراميدز النهارده يعني ساب لك الكوره، اضطرك ان انت تمسك الكوره. تخيل انت اصلا بتنزل سايب له الكوره. هو كان خايف من ماتش الدور الاول ان هو نزل مندفع ونزل ضاغط ونزل، فجت بطريقه عكسيه. بس هو دي طريقه بيراميدز، هو ده لعب بيراميدز. فمش عشان خسرت من ماتش منه من الطريقه دي فانت معنى كان ان الطريقه دي غلط. هو دام هي دي الهويه بتاعت فرقتك فانت لازم تكمل كده. بتكلم على بيراميدز كتير، بس كرويا انا مبسوط جدا وحاسس ان الدوري قرب والحمد لله، وهكلمك في الموضوع ده. بس عايز اقول لك ان كرويا بيراميدز اللي ادتنا الماتش، مدربهم بتغييراته مش تغييراته، طريقته من الاول انه نازل خايف ومدافع ومكسكس قدام الزمالك. واحد مع السكواد ده لازم ينزل يضغط اول ماتش، ما فيهاش كلام. انت بتلعب ماتش على الدوري، يا تكسب يا ملهاش لازمه. والماتش ده انا كنت قاعد متاكد ان هو هيخلص 1-0، يا لينا يا ليهم. يعني قاعد مستني يا نلطش يا مطلطش. واكيد كل الناس اللي قاعده بتتفرج كانت عندها نفس الاحساس. يعني عاجبني معتمد جمال انه مش هادي، عمال يتنطط زي فرقه ولوز على الخط. الراجل عمال يحمسهم. انا قلت لك امبارح ان طريقته دي حماسيه كويسه، بس بتوترهم وبتخليه خارج تركيزه. الراجل فضل يدافع لحد الدقيقه 75 وقال لك ايه؟ انزل اخطف. راح منزل لي 3 فراوده مره واحده. فرق الامكانيات فظيع يا جماعه. ده منزل 2 محترفين من على الدكه. منزل لي عواد الفخوري اللي كان اهلي هيموت عليه، ومنزل وليد الكرزي، هو من احسن لعيبه الدوري يعني. ومنزل اللي كان مهاجم تالت مش فاكر مين. المهم ان هو فضل مأمل دقيقه 75، قال لك خلاص انا كده حجمت الزمالك، هنزل اخطف الجون في اللحظه دي. في اللحظه دي، وده مش صدفه عشان الناس اللي هتبخس حق معتمد جمال، ده مش صدفه. معتمد جمال قرا ان هيبقى فيه مساحات لما هو خلاص هو فضل متحفظ وراجع ورا كده، هيبقى فيه مساحات وهيزق بكله وهيلعب ورا هيطلع بكل الفرقه قدام. فمين اللي بيظهر في المساحات؟ شيكو بنزا، اللي احنا النهارده كزملكاويه غفرنا له كل حاجه. متشكرين يا عم شيكو بنزا على الجون ب6 بونت. مسامحينك على الجون الاوفسايد، مسامحينك على كل اللي عملته، مسامحينك على الشل اللي شلته لنا طول الموسم، مسامحينك. الجون ده غفر لك كل حاجه. الراجل ده بيعرف يلعب في المساحات كويس قوي، وده اللي عارفه معتمد جمال. انزل يا باشا، الطش يلا ودي. كلها اسباب. الراجل مش مغسل وضامن جنه، ولكن الراجل بيقرا حاجات قدامه وعلى اساسه بيتعامل. كان ممكن بيراميدز هو اللي يخطفك والكلام ده كله يتغير، ولكن عدل ربنا ان الزمالك يكسب الماتش ده. الزمالك لعب جامد. زي ما انا كنت ده اتكلمت على بيراميدز تكتيكيا، لا الزمالك تكتيكيا برده واقف على رجله، مش مدي اي مساحه لبيراميدز. بيراميدز النهارده طول 90 دقيقه ما راحش بهجمه خطيره. بيراميدز في العادي حتى وانت بتكسبه كان بيبقى مبهدلك ومضيع كتير قوي. النهارده بيراميدز من اسوأ المباريات اللي لعبها قدام الزمالك. دلوقتي بقى فرق 5 بونت بينك وبين بيراميدز وبين الاهلي. هيطقشوا في بعض الماتش الجاي. الماتش ده في مصلحتك. اتعادلوا وانت كسبت انبي باذن الله، وهجي لك لموضوع انبي. وانت كسبت انبي باذن الله بقى فرق 7 بونت وخلاص 90% خدت الدوري قبل ماتش الاهلي. وحد فيهم كسب التاني، التاني ده اتنطر نطره بعيده وبقى ايه؟ هتلاقي بقيت جاي للفاضل هو اللي لسه فيه منافسه معاه. تكسب انبي اهم ماتش دلوقتي. قلت لك بيراميدز عنق الزجاجه في الدوري، والحمد لله انت كسبته. الحمد لله. وقلت لك وقبل ماتش بيراميدز بقول لك لازم تكسب بيراميدز وانبي. لو كسبت انبي هقول لك شكرا قربت قوي. بس مش عايزين نفرح غير لما تخلص خالص. موسم تاريخي. شكرا يا رجاله، يا رب تكمل على خير.